السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض الفسيخ. طبعا ناس كتير هتقولك يا وما بنحبوش. لا، الفسيخ من الأكلات الحلوة جدا، المعتادين عليها، اللي كل المصريين أو مش كلهم، هنقول أغلب المصريين بيحبوها. وأول يوم العيد يعني رنجة وفسيخ. انا لا، انا عملت فسيخ وقلت اول يوم العيد لازم اكلة فسيخ، خارجين بقى من اللحوم ومعرفش ايه، قلنا تغيير. ده شكل الفسيخ بتاعنا، البوري بتاعنا ما شاء الله البوري كبير جدا. دول كيلو ونص تقريبا. تلات بوريات، بس الحجم كبير جدا. اول حاجة بجيبهم بغسلهم كويس قوي. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم اولا. يا رب يجعله عيد سعيد على الجميع يا رب، ونكون خرجنا من رمضان مجبورين الخاطر، محققين كل اللي بنتمناه، اللهم امين يا رب العالمين. بنبدأ نغسل البوري كويس جدا، ومن الخياشيم بتاعته كويس قوي قوي قوي. لو في اي حاجات مش كويسة بنبدأ نشيلها. دي اهم مرحلة في لما تيجي تعملي الفسيخ. شايفين اصلا الطبق اللي تحت فيه طبق ابيض نازل؟ شايفين لو في قشور زيادة، لو في دم زيادة، لو في الراس بيبقى فيها كتير جدا. بنحاول نهتم جدا بالنظافه بتاعه البوري. اولا لما هتيجي تجيبيه من بره ما بيتعملش فيه اللي انتوا شايفينه ده، يا دوب بيجي من عند السماك، بتحط عليه ملح وخلصت الدنيا على كده. لا، احنا بقول لكم ان احنا بنميز السمكه الطازه، بتلاقي عينيها بتلمع جدا، الخيشين بتاعتها لونها احمر. ربطتهم بالاستك زي ما انتوا شايفين. هنبدا دي ازازه حاجه ساقعه، قسمتها من النص قسمتها من فوق عشان تبقى بطول البوري. وقفتها بالشكل ده عشان تصفي كل، لو في دم، في ميه زياده، في اي حاجه تطلعها. بسيبه لتاني يوم. لازم تسيبي الفسيخ بتاعك لتاني يوم عشان يصفي كل حاجه وينشف ولحمه ينشف. آم، ده تاني يوم. انتوا شايفين اصلا لونه غير، هتلاقي لونه نشف وغير. هنطلعه دلوقتي من العلبه اللي انا حاطه فيها دي. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس، ده اللي نازل منه. انا حسيت ان هو لسه فيه ميه، وانا مش عايزه يكون فيه نقطه من الميه، لان ده ممكن لا قدر الله يدود منك او يبوظ منك. هنبدا نجيب فوطه وننشف فيه، ومناديل وننشف فيه كويس جدا من عند الخياشيم ومن الراس ومن الجسم. وهسيبه تاني شويه لحد ما احس ان هو نشف نهائي، ما فيهوش ولا اي حاجه من الميه. الجزء ده نشف كله. انا عايزه كل البوري يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نجيب الفوطة ونبدأ ننشف فيه ونمسح اي مية زيادة ولو في دم زيادة. ونجيب مناديل كمان وهنحطها في الخياشيم ونسيبه مدة كمان، حوالي ساعة او 2. ما تستعجليش عليه لحد ما تتأكدي ان هو خلاص ما عادش فيه مية خالص. جبنا مناديل اهو، هنبدأ نحطها في الراس ومن عند الخياشيم عشان تمتص اي مية او لو في دم زي ما انتوا شايفين. قولوا لي كلتوا ايه في اول يوم العيد. انا واحده من الناس ده البوري ده انا جايباه يوم 15 في رمضان، فتحت عليه اول يوم العيد وكلنا منه، اللهم بارك، كان تحفه. وانتوا نفسكم هوريكم النتيجه في الاخر. واللي ما بيحبوش الفسيخ مش لازم يتفرجوا على الفيديو. بس انا من عشاق الفسيخ والرنجه، وما يحلاش العيد الا بالفسيخ والرنجه. هنبدأ نحط المناديل في الراس بالشكل ده وفي الخياشيم عشان تمتص اي ميه او دم. انا قلت لكم سبتها ساعتين 3 بعد ما عملت العملة دي عشان احس ان هو نشف نهائي. ده بعد ساعتين 3 بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، البوري نشف جدا ولونه غير زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين عمل ازاي؟ هنبدأ نشيل كل المناديل اللي في الخياشيم وفي الراس، ونبدأ دلوقتي نحشي الملح بتاعنا ونبدأ نجهزه. انا جبت يدوب هو الملح
وورق لورا، ولو عندك شطه حطي. انا كل مره لما باجي اعمل فسيخ بحط كركم، بس لا، انا عايزه اجيبه باللون اللي انا بشتريه من عند الفسخاني، اللون الابيض بتاعه الطبيعي، فما حطيتش المره دي كركم. انا جبت بس شويه ملح وورق لورا. الورق اللورا بيمنع اي ريحه مش كويسه فيه. هنبدأ نحشي الراس. املي الراس على قد ما تقدري. الملح بتاعي ده ملح ناعم مش ملح خشن يا جماعة، انا ما كانش عندي ملح خشن فاستعملته ملح ناعم حلو جدا. بدأت احشي الراس واحشي من البق كويس جدا. الملح ده اللي بيحافظ عليه وبيبدأ يملحه. ببدأ اتأكد ان انا حشيته كويس جدا. اللهم بارك. كانت حجم البوري كبير. انت ممكن تملحي الاصغر من كده بس بيبقى ناشف شويه، يعني ما تيجي تاكليه تحس ان البوري ناشف، الفسيخ ناشف. فالحجم ده كويس قوي. يعني التلات سمكات كيلو ونص تقريبا او كيلو وربع. ببدا اجيب اكياس نظيفه وابدا ارص الفسيخ فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. واحده يعني واحده ديل وراس، واحده ديل وراس، عشان تبدا تتشرب الملح كويس جدا. هنبدا نجيب ملح ونرش عليه من على الوش. تمام كده. هنبدأ نقفل عليه بقى ونقفل كويس جدا. اهم حاجة لازم تطلعي الهواء من الاكياس وتقفلي كويس جدا على الكيس. بصي، 15 اكياس حط فيها. حطي في كمية اكياس كتيرة جدا، بس كل كيس طلعي الهواء اللي فيه عشان تبقي محكمة الغلق على على البوري، علشان ما يسربش منك ولا يبوظ. انا ما شاء الله حطيته في اكياس كتيرة جدا. اخر كيس بحط فيه هو كيس اسود، ده اهم حاجة، لازم الكيس الاخير يبقى كيس اسود. نبدأ نربطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واطلع منه اي هوا. هبدأ اجيب بقى عندك سلوتاب او لزق الزقي بيه، عندك ستريتش راب ابدأي قفلي عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبسيه، يعني مفيش، ما تسيبيوش في حتة داخله له هوا او واصله له هوا. ابدأي يلف اللفة زي ما انتوا شايفين طول وعرض، يعني لف الاسترتش بالطول والعرض لحد ما نقفل القفلة بتاعتنا. هنسيبه في مكان ضلمة لمدة 15 يوم وممكن 10 ايام، بس انا فتحت عليه اول يوم العيد لان عاملاه يوم 15 رمضان. ده بعد 15 يوم بالظبط هنبدأ نفتح، نجيب المقص ونفتح كل الاكياس بتاعتنا دي عشان نشوف النتيجة مع بعض. انا ما شلتش اي حاجة من الفيديو، انا فتحته معاكم وهتشوفوه معاكم. انا الاول مرة اشوف النتيجة معاكم اهو. هطلع كل الاكياس اللي انا كنت عاينه فيها الفسيخ. طبعا من عشاق اللي بيحبوا الفسيخ هم اللي هيبقوا حاسين اللحظه اللي بتفتحي فيها على الفسيخ دي من اجمل اللحظات اللي ممكن تحسيها. بسم الله ما شاء الله شايفينه. اللهم بارك اللهم بارك. زبده والله العظيم بدون مبالغه. انت هتشوفي كميه الدهون اصلا اللي خارجه من البوري. تحفه تحفه. ده شكل البوري بتاعنا. اللهم بارك. حلو جدا، طعمه حلو جدا، ملحه مظبوط. هو ممكن يكون، انا بالنسبه ليهم هنا قالوا لي ملحه قليل شويه، بس انا بالنسبه لي كان ملحه كويس. هنبدا نشيل الزعانف بتاعه البوري عشان افتح معاكم الفسيخ. انا ده البورد بتاعي ده حط عليه ستريتش راب عشان ما يوصلهاش اي ريحه اي زفاره من الفسيخ. هبدا اشيل الراس، هتخلص منها، انا كده كده مش محتاجاها. ما تنسينيش باللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين وعيد عليكم سعيدة وعلى الأمة الإسلامية جميعا. هنبدأ نشيل أي حاجة مش كويسة فيه. شايفين ده الزبدة اللي فيه، اللهم بارك. شايفين الدهون؟ شفتوا اللون الوردي بقى اللي بتاع الفسيخة؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كان حلو جدا. هنبدأ نشيل الأسود اللي في الجوانب ده بس، ونشيل السلسلة كمان بتاعة الظهر بتاعة البوري. بسم الله ما شاء الله. اظن في ناس عشاق ان هو يمصمصوا في سلسله الظهر. هطلع بقى قطعه من الفسيخ، بيطلع القطعه بقطعتها اصلا، شايفين؟ نبدا ندوق بقى. بسم الله ما شاء الله. كان تحفه، بالف هنا للي كل منه.
نجيب المعلقة بقى ونطلّع لكم قطعة كده تتفرّجوا على جمالها. وباتمنى إن الفيديو يكون خفيف لطيف على قلبكم. قُلت نخرج من روتين الأكل، نعمل حاجة جديدة. بسم الله ما شاء الله، شايفين القطعة طالعة بقطعتها، اللهم بارك. باتمنى إن الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون خفيف. واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.